يا مساء الفل، عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلته، شكرا جدا على تعليقاتكم وتفاعلكم. النهارده بقى جايلكم بوصفه حلوه جدا بجد، انا اول مره اجربها بس طلعت خطيره. تعالوا نشوف عملنا ايه مع بعض. اول حاجه انا جبت بطاطسايه كده حلوه متوسطه وغسلتها كويس جدا، لازم تغسليها كويس. وهبتدي ان انا اقطعها كده قطع سميكه، صوابع سميكه زي ما انتم شايفين كده. اقطعها بقشرها، يعني انا عايزه قشرها، فعشان كده بقولك اغسليها كويس جدا. عايزاكي بقى يا ست البنات تقولي لي الوصفات الجديدة اللي انت عملتيها وافتكستيها في مطبخك وتغششيني علشان اعملها باذن الله الفيديو الجاي. حطيت بقى البطاطس في البولة وهبتدي ان انا اتبلها بتوم باودر وبصل باودر، واحط شوية ملح وكمون وفلفل اسمر وزعتر وزيت زيتون، وهقلب كل ده مع بعض. لو ما عندكيش توم باودر ممكن تحطي فصين توم مفرومين وتحطيهم وتقلبيهم بقى كلهم مع بعض، برضو بتديهم طعم حلو جدا. ابتدي بقى احط زيت الزيتون وهقلب كل ده مع بعض. هفردها بقى في طبق، في صينيه، في صاج، زي ما انت ما عايزه، وهفردها كلها على بعض. لازم بص انا هاخد الخليط كله، مش هسيب اي حاجه في الطبق. وهبتدي ان انا افردها، انا عايزه كل حاجه تبقى مفروده وتبقى جنب بعضها، مش عايزه ولا بطاطسايه تبقى فوق التانية، انا عايزاها مفروده كده في الطبق زي ما انتم شايفين. وهدخلها الفرن. دي بقى اسمها بطاطس سويت جيز، بجد بتبقى طعمها خطير خطير خطير. ندخل بقى على الوصفه اللي بعدها. هجيب بولة واحط فيها تمر هندي، ده تمر هندي هبتدي ان انا اقطعه كده قطع صغيرة، وهنزل عليه بشوية مية مغلية صغيرين، ما تكتريش لان انا عايزة الصوص يبقى تقيل. وممكن ترفعيه على النار لو انت مستعجلة اللي هو يدوب. انا عايزة التمر الهندي يدوب في المية ويديني كده صوص تقيل. ما تستغربيش من التمر الهندي او التتبيلة دي جديدة وطعمها حلو بجد ومختلف وهتحبيها وانا متأكدة. دوبت اهو خلاص التمر الهندي وابتديت ان انا اصفيه، صفيته كويس جدا علشان البذور اللي فيه طبعا. وهبتدي كده اخد معلقتين على حسب الكمية اللي انت عاملاها، وهنزل عليهم بالبهارات. معايا فصين توم مفرومين وجنزبيل فريش مفروم، كاري، توم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر وبابريكا وشوية زعتر صغيرين. هضيف بقى كل ده مع بعض وهقلب كويس جدا. عايزه اقولك بس ان ريحه التتبيله بجد ريحتها خطيره خطيره خطيره، وانا متفائله لحد دلوقتي، انا كنت متفائله لان التتبيله بجد ريحتها حلوه قوي. وانت لازم تجربيها وانا متاكده ان هي هتعجبك. حطيت بقى شويه ملح لان كنت هنساها، ومعلقه صغيره من الزبادي، بس انت ممكن تتنازلي، يعني ما تحطيش المعلقه الزبادي دي. لو انت بتحبي الاكل مزز زياده عن اللزوم ممكن تحطي الزبادي، بس انا حاسه ان هي ما كانتش محتاجه زبادي بصراحه يعني. المهم بقى كنت غاسله البانيه طبعا كويس جدا ومصفيه، وابتديت بقى ان انا احط كده البانيه او الفراخ اللي هي بعض. لازم تتبليها قبليها بنص ساعة، ويا سلام بقى لو تبلتيها قبلها بفترة بتبقى طعمها تحفة تحفة تحفة، لان هي بتاكل في الملح بتاعها كده والتتبيلة بتدخل جواها كده، بصوا بتبقى خطيرة. هتبلها بقى واسيبها في التلاجة لمدة نص ساعة او اكتر زي ما انتي الوقت اللي انتي تحبيه. ونشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. بس اللي هي طلب صغنن قوي عندك، لو وصلتي معايا للمرحله دي ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك وكومنت حلو يشجعني ان انا انزل فيديوهات اكتر، وتشتركي معايا في القناه. كده خلاص التتبيله تكون جاهزه معايا والفراخ كمان تكون جاهزه. دوت خضار، انا كنت عامله اكله امبارح زي ما انتم عارفين، اللي هي الفراخ بالتمر، اللحمه بالتمر ولا ايه. بجد كانت خطيره برضو، كانت طعمها حلو ومميز وجديد، وكان فايض خضار، فقلت ان انا ارشه كده في الصينيه تحت الفراخ وهدخلها الفرن. هبتدي بقى ارص الفراخ بالشكل ده. انت ممكن تعملي الفراخ اللي هي بالعظم عادي وبرضو بتبقى لذيذه جدا. رصيت بقى الفراخ بالشكل ده، وهبتدي بقى ان انا احط عليها كده بقيه الصوص، بس
ما تعمليش الخطوة دي لان هي طلعت مززة جدا. يعني لو انت مش بتحبي المزازة زيادة عن اللزوم ما تعمليش الخطوة دي، يعني استكفي ان انت تتبليها بالتمر الهندي وبس. حطيتها بقى في الفرن، ما خدتش وقت خالص، هي خدت بالظبط نص ساعة، بالظبط خدت نص ساعة واستوت. ودي بطاطس معانا وبجد كانت طعمها خطير. وعملت شوربة كريمة ورز ابيض وبس. هو ده الفطار بتاعنا النهاردة، وبجد حلو قوي وطعمه مختلف وجديد. وبس كده، باي باي.